محمد صبري عبد اللطيف بالرغم من عمره الصغير الا انه قدم حوالي 31 اختراع. بتكلم عن محمد صبري عبد اللطيف اللي عمره 17 سنه، طالب ثانوي لكنه كتله موهبه، مخترع وباحث وفلكي ومبرمج انظمه اتصالات وشبكات ومؤسس لجنه البحث الخارجي، وزي ما قلت رصيده 31 اختراع و15 بحث علمي وفلكي. من اختراعاته جهاز الوقود المائي المنزلي وجهاز الفحم ماسي وسماعه بلوتوث في الطاقه الشمسيه كتله تفوق. تعالوا نشوف حكايته ايه. بلدنا في القلوب مثالة ومهما تضيق عليها الحالة، ولادنا قدها ورجالة ما نعرفش الهزار، قصاد كل الظروف نتحدى ونثبت تاني بعد الستة، وده بسر الدعاء والسكتة ونية الامتثال. زي ما قلت من شويه على محمد صبري عبد اللطيف، هو نموذج جميل جدا للمخترعين. 17 سنه، لكن لما تشوفوا حجم الانجازات اللي عاملها والاختراعات اللي قدمها تحس ان احنا قاعدين مع عالم كبير كمان بقاله سنوات طويله في مجال البحث. ايه اللي بيحصل ده؟ ولا يهمك، انا طلعت في التلفزيون، شفتني كل هايل. الو، انا عارف بذمتك حلو كل العيله. ساعات ايام ما تيجي